لقطة الماتش دي لقطة الماتش. سيبك بقى من نتيجة المباراة، سيبك من الأهلي تعادل ما تعادلش كسب خسر، سيبك من الماتش خالص. كده كده كان متوقع إن الأهلي لازم يقع ماتش. ما أنا مش هعمل كل حاجة في الدنيا يا جماعة، مش هكسب أفريقيا وأجي أكسب هنا في الدوري المستمر، مش هخسر ولا ماتش ولا أتعادل حتى. مش طبيعي ولا منطقي، فكان لازم إن أنا أقع ماتش. فكك بس من الماتش خالص، اركن الماتش على جنب. تمام، احنا كده كده الدوري بنسبة كبيرة جدا بتاعنا يعني. اركن الماتش على جنب. ولكن لقطة المباراة هي بتاعت الجماهير دي، هي بتاعت الجماهير. صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه. انتصارا للقيم ومبادئ النادي الاهلي. طيب هل بعد بقى الهتاف ده تفتكر انت يا صاحبي ادارة الاهلي لسه برضو مصممة على امام عاشور، او هتجيب امام عاشور؟ او فعلا لو امام عاشور مضى هيبقى ايه الوضع؟ هيبقى ايه الحال بجد والله؟ يعني هو هتاف جامد جدا، عجبني انا كاهلاوي جدا. ولكن نفترض دلوقتي ان امام عاشور خلاص مضى اصلا، يعني امام عاشور جاي اصلا خلاص الموضوع قضي الامر. تفتكر هتهاجم لاعب عندك في الفريق، ولا انت هتعمل ايه؟ هتهاجم الاداره؟ المعتاد من اداره النادي الاهلي من ساعه ما جت ومسكت ان هي بتنحاز شويه للجمهور. بتنحاز شويه للجمهور. يعني لو مثلا الجمهور عايز حاجه ومش عايز التانية فبتروح للي الجمهور عايزه. فبصراحة هو هتاف جميل وعجبني كهلاوي، ولكن حط الإدارة في موقف صعب أوي. صعب أوي 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 يعني، خصوصا ده في حالة يعني لو إمام عاشور كان خلاص مضى للأهلي والموضوع خلصان. إنما لو الموضوع مش خلصان فأنا بقول لك إمام عاشور مش جاي الأهلي بعد الهتاف ده، لو ما مضاش والموضوع ما خلصش. ولكن لو الموضوع خلصان يعني نتقل بقى ونشوف الدنيا هيبقى فيها إيه. أحلى مسا عليكم.